بسم الله الرحمن الرحيم. لفطور صحي استخدمي بيضة عليها ملعقة من الخل وملعقة من الفانيلا اللي بدون سكر، وهذا الحليب السائل، ملعقة من البيكنج باودر ونص قلاص من الشوفان. أخليهن كلهن بالخلاط. تمام، راح يصير عندي الخليط بهذا الكثافة. راح أخلي الطاوة، طبعا هذا بان كيك بالشوفان. تمام، قطرة من زيت الزيتون، وبإمكانك تستغنين عنها بين ما تحمى الطاوة تضيفيها ومباشرة تضيفين الخليط. مالك علاقة بالأشكال الهندسية اللي طلعت بالبداية، لأنه الطاوة عندي من الوسط مقعرة ومنتبهة على التصوير. المهم، فبعدين سويت حجم واحد كلش حلو صار. طبعا شيء أكيد بالبداية راح يصير مو مثل ما نريد، هنا مثل ما تشوفون، وهاي النتيجة ولا أروع. تقدميها مع عسل أو مع دبس التمر، رهيبة.